في الغالب إن أنت ما دام دوست على الفيديو دوّة، فأنت في الغالب بنسبة كبيرة يا إما طالب في فنون جميلة أو فنون تطبيقية أو أي حاجة من الحاجات ديّة، أو عندك مشكلة مع الفوتوشوب عمومًا، أو إن أنت نِفْسك تتعلم الجرافيك ديزاين ونِفْسك تبقى جرافيك ديزاينر. فأنا هاحاول أبسّط عليك الدنيا خالص، بحيث إن أنت هتعرف تتعلم الفوتوشوب بأسرع طريقة بطريقة مبسّطة شوية، ولكن يعني اللي هو يا دوبك تعمل الأساسيات وتفهم بعض الحاجات في الفوتوشوب. فأنا النهارده إن شاء الله هاحاول على قد ما أقدر إن أنا ألخّص لك الدنيا وأقول لك على الخطوات اللي أنت ممكن تعملها. السلسلة ديّة هتبقى بالكامل متسجلة على يوتيوب، سواء جابت مشاهدات ما جابتش مشاهدات مش هتفرق معايا، بس هو الموضوع بالنسبة لي لله. فأنا هاساعدك بحيث إن أنت تتعلم الفوتوشوب من الألف للياء كأدوات، لكن حتّة الإبداع ديّة ترجع لك أنت كشخص. بالنسبة يا شباب لأول حلقة اللي هي بتاعة النهارده عن الإمكانيات اللي إحنا محتاجينها عشان خاطر نقدر نشتغل على الفوتوشوب بأريحية. عمومًا أنت مش محتاج إمكانيات عالية أوي عشان خاطر تعرف تشتغل على الفوتوشوب، بالعكس أنت محتاج جهاز فقط يكون بس على الأقل خالص 4 جيجا رام، ويكون Core i3 وأنت طالع، بحيث إن أنت تعرف تشتغل عليه بأريحية. ويا سلام لو يكون عندك كارت شاشة 512 أو 1 جيجا، فده هيبقى جميل جدًا بالنسبة لك. طيب إيه الإصدارات اللي أنا محتاج إن أنا أحمّلها؟ عندك الإصدارات من أول 2015 لحد 2020، كل الإصدارات ديّة هتبقى نفس الأدوات تقريبًا، أو لو هي مش نفس الأدوات هتبقى الأدوات قريبة من بعض. فأنت مش مشترط عليك خالص أو مش شرط خالص إن أنت يبقى عندك أقوى إمكانيات في العالم عشان خاطر تتعلم الفوتوشوب. فدلوقتي إحنا خلّينا نرصها كده ونكتبها بكل بساطة. محتاج لك على الأقل خالص يكون عندك Core i3 530 وأنت طالع، وفي نفس الوقت يكون محتاج 4 جيجا رام، ويكون معاك كارت شاشة 1 جيجا. مش شرط، يعني أنا باقول لك أهوّة مش شرط يكون عندك أو مش إجباري يكون عندك، مش لازم. في البداية مش لازم، أنت لسه بتتعلم، مش لازم يكون عندك كارت شاشة. وعلى الأقل خالص يكون الهارد بتاعك فيه من 10 ل20 جيجا، لإن أصلًا الSDات بتاعة الفوتوشوب بتاخد مساحة كبيرة نسبيًا من الجهاز.